السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. تعالوا كده نصلي على النبي ونشوف الولدة بتاعة الأرانب، ونشوف والدة كام معانا، ولازم إيه نطمن كده لو في حاجة ميتة ولا حاجة نشوفها بعد الولادة، لأن ما ينفعش إن احنا نسيب الأرانب بعد ولادتها وما نطمنش عليها، لأن لو في حاجة ميتة هتدوت طبعا ومش هتموت البيجي. احنا لازم كده ايه بعد ما تولد الأرنبة نطمن على العدد اللي موجود، ونطمن برضه على ايه العدد اللي موجود، لو في اي نافج ولا في اي حاجة نحوشها ما نسيبهاش في المكان. تعال نشوف كده، لان انا امبارح شفت واحدة والداها كانت للأسف والداها بره خالص مش عارفة ازاي، وكانت ميتة. جيت ببص هنا لقيتها والدة الباقي كله هنا. طيب ليه ولدت ديكها بره؟ انا مش عارفة السبب. احنا النهاردة ايه هنشوف كده ايه كام واحدة، ونشوف ايه اللي موجود هنا برضو العدد كام. خليكم معايا كده ونشوف واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ادي واحدة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي أربعة. ما شاء الله، الله أكبر. ادي خمسة، بس هما كده ايه خمسة. يبقى هي كانت والدة ستة. طبعا الستة في واحدة لقيتها ميتة امبارح بره، مش عارفة الظاهر ايه، كانت بتكمل الولادة بتاعتها بره وسابتها، لكن ما ودولها خمسة. يبقى كده كانت والدة ستة. هنرجعهم مكانهم تاني كده، المكان بتاعهم مفيهوش تاني، هبقى اطمن تاني مفيهوش اي حاجة ميتة، بنطمن كده عليهم، نرجعهم تاني بنفس الريش. بس يا جماعة ملحوظة ان احنا لما نيجي نعمل كده ايدنا هي عارفة ريحتنا، ما نحطش اي ريحة تاني، يعني تكونش في ايدينا فيها حاجة نفاذة، علشان هي بتتعرف على الريحة، بتشم عيالها وبتتعرف على الريحة. يعني انا بصوا كل حاجة كده ايه المها لها مكانها تاني، الريش وكل حاجة نلم لها الريش بتاعها كله وايه ونحطه مكانها. ما ينفعش ان انا ايه يبقى عندي كده ريحة نفاذة واجي احط ايدي، لا، يبقى انا ايه لازم ايدي كده ما تبقاش فيها اي ريحة خالص، وما يبقاش عندي ايه ريحة نفاذة. شايفين المكان؟ شايفين المكان؟ وارجع كل حاجة مكانها. لكن انا لو قعدت ايدي كده فيها ريحة او اي حاجة وما رجعتش كل حاجة مكانها، او حد غريب، لان هي بتبقى عارفة ريحة اللي مربيها، بتبقى واخدة على الريحة بتاعتي انا. لكن لو ايدي فيها مثلا ريحة غريبة ممكن ما تتعرفش على اولادها وتاكلهم. يبقى انا ايه اجي كده ايه اطمن على الولدة، ان انا اشوف العدد واشوف في حاجة ميتة ولا لا. وبعد كده ايه بصوا يا جماعة هي عايزة تدخل، انا هطلع لها بره لان هي ايه كده عايزة تدخل. بصوا هي واقفة بره ها عايزة تدخل. انا حاطه لها بس هنا في المكان ده كده بعيد عن اي حركة فراخ،
هي ايه تولد هنا. لو في حركة الفراخ بره والكلام دوت بتخاف على عيالها، ممكن ايه ممكن تاكلهم. لكن انا هي ايه يعني مش حكاية ان هي لا، ده هي برضو، بس يعني لما بتحس ان في خطر عليهم او في اي حاجة ممكن تاكلهم. هي كده يعني في اعتقادها ان ايه كده بتحميهم ومفيش حاجة ايه تيجي تأذيهم. بس لكن انتوا لو عايزين تحافظوا على الخلفة تحاولوا على قد ما تقدروا كده مفيش حد يجي عندها الا صاحب المربي، بس هو بس اللي يبقى ايه موجود وقاعد في المكان نفسه، هو عارف، هي عارفة ريحته. لكن هو لو ايده برضه فيها ريحة او اي حاجة ايده نفاذة هتيجي برضه ومش هترضع عيالها، يا اما ممكن تاكلهم. لا احنا هنخلي بالنا من الحتة دي. انا مش عارفة برضه في سبب هنا، ان هي امبارح انا لقيت واحدة فيهم والدة، ولقيت واحدة تاني بره على فكرة والدها. ها ثواني انا واخدة بالي منها هجيبها، خليكم معايا. بصوا يا جماعة، اها لقيت دي بره وايه وساجعة متلجة، ساجعة متلجة خلاص، يعني اللي هو ايه والدها من امبارح بالليل. حاول بسرعة احطها مع اخواتها، يبقى هي كده والدة 7 كده، والدة 7. شفتوا المشكلة؟ والدها بره هنا وسايباها. تعالوا كده معايا نحطها هناك مع اخواتها. كويس اللي انا خدت بالي، انا مش عارفة. تعالوا كده نحطها. شايفين منظرها؟ حاولتها مع اخواتها يرضعوا مع بعض. كويس اللي انا خدت بالي منها. يبقى هي كده كانت والدة 7، واحدة لقيتها ميتة ودول ايه 6، يبقى كده كانت والدة 7. نحاول ناخد بالنا يا جماعة من حكاية الولدة ونبص كده وكده، ممكن تولد بره يعني تكمل ولادتها بره، يكون حصل حاجة احنا مش واخدين بالنا. يبقى احنا ناخد بالنا زي كده، نبص كده في الأماكن كلها ونشوف في ايه ولدة تاني ولا لأ، علشان بتبقى الأرنبة ما نعرفش ايه اللي بيحصل، احنا مش موجودين معاها على طول، ما نعرفش ايه السبب اللي بيخلي الأرنبة ممكن ايه تولد بعد او تولد جزء بره وجزء جوه، مش عارفين والله، انا مش عارفة لحد الآن. بس كده انا هتابع معاكم. هي عايزة تدخل اهو، اديكوا شايفين هي عايزة تدخل. هطلع كده عشان ايه تيجي ترضع عيالها. يلا كده ايه اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم كده ايه يا رب تكونوا في احسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. وما تنسوش لو انت اول مرة تدخلوا ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش اللايك. واقول لكم كده ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.